عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي. سيد عباس، يعني هي ليست المرة الأولى التي تبدي فيها مؤسسة دولية حقوقية معنية بحقوق الإنسان تبدي رأيها وانزعاجها من إجراءات وتدابير النظام حيال المواطنين العزل في البحرين. أنتم بدوركم كيف تستفيدون من هكذا مواقف وهل تقومون بتسويقها في أروقة وسياسات المنظمات والمجتمع الدولي لتحريكه وإخراجه عن صمته المطبق؟ مساء الخير. مساء الخير أخي العزيز. نحن شعب البحرين يستفيد تماما من هذه التقارير الدولية وهذه الإدانات الدولية بخصوص حالة القمع الموجودة في البحرين. ولكن ما هو مؤسف له هو أننا نتساءل دائما أين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ لماذا لم يجتمع بخصوص البحرين؟ هذا يوضح تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية التي تكيل بالمكيالين لا تسمح لهذا المجلس بالانعقاد. لذلك شعب البحرين والقوى السياسية في البحرين تدعو المنظمات غير الحكومية في العالم إلى التحرك والاستفادة من هذه التقارير الدولية لزيادة الحصار على السلطة في البحرين حتى يتم تحقيق مطالب الشعب وفي قيام ديمقراطية حقيقية داخل البحرين. ولذلك نحن نطالب بعقد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. طيب، ولكن السؤال أيضا سيد عباس، ما جدوى وأهمية هكذا مواقف لمنظمات حقوقية دولية مستقلة طبعا طالما لم تمنع السلطات عن ممارسة إجراءاتها وتدابيرها حيال المواطنين العزل من ممارسة العقاب ضد المواطنين كما يوصف دائما، بل النظام يعني دائما يتناصل ويوجد مبرر لأفعاله؟ لا، هذه المواقف يستفيد منها شعب البحرين لأنها تظهر للعالم حقيقة ما يقوم به النظام من عمليات قمع. النظام يحاول أن يغطي على ممارساته القمعية ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. ولكن طالما هذا النظام يعني الذي تتحدث عنه سيد عباس هو مدعوم من المجتمع الدولي، بل هناك ربما ضوء أخضر كما تقولون دائما لكل ما يفعله. إذن هنا السؤال، ما جدواها بعيدا عن انعكاسها الإيجابي على الشعب البحريني؟ الدول الغربية التي تدعم النظام مثل الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها أن تخلت عن نظام حسني مبارك وتخلت عن نظام زين العابدين بن علي. لذلك نحن نتوقع بأن هذه الدول الغربية لن تستطيع الاستمرار في دعم النظام في البحرين لفترة طويلة. والشواهد توحي بأن الولايات المتحدة تتخلى عن حلفائها في أقرب فرصة. لذلك نحن نعتقد بأن صمود شعب البحرين سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع هذه الدول الغربية وفي مقدمة الولايات المتحدة عن دعمها للنظام في البحرين. لذلك نحن يستفيد شعب البحرين من هذه التقارير ونشكر هذه المنظمات على الجهود التي تبذلها.